كلمة عاملة مشاكل كتير قوي. هتكلم عني كانت عاملة لي مشاكل كتير قوي في حياتي، لاني ما كنتش فاهمها وما كنتش فاهم ازاي بتحصل، وناس كتير افاضل اتكلموا فيها، ولكن يزال برضو فيها جزء مش واضح بشكل كبير قوي. كلمة القدر. قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل. هو الأول إيه معنى القدر أصلا؟ لأنك لو فهمت القدر وفهمت معناه وفهمت هو بيحصل ازاي او بيشتغل ازاي، اعتقد ان انت ممكن تعمل انجازات وتخلق امور جديدة في حياتك او اقدار جديدة في حياتك تكاد تكون ما كنتش عارفها قبل كده. اول حاجة القدر ده خلينا نقول هو النتيجة النهائية لأي شيء. القدر هو ما قدره الله من الاشياء والاحكام، والقدر من المقدرة او من القدرة. عشان كده احنا بنقول ان الله على كل شيء قدير، فإن ربنا قادر على كل شيء. طب أنا القدر اللي يخصني أنا اللي بيحصل لي بيحصل إزاي؟ أو إزاي القدر بيشتغل؟ بص، في أقدار لا دخل للإنسان بيها. في أقدار كده أو أمور، الأقدار دي أو الأمور دي اللي موجودة زي مثلا في آية كريمة بتقول إيه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمري. يعني السماوات والأرض والجبال والكائنات اللي كل يوم بنكتشفها وعالم البحر وعالم الفضاء، ده خلق الله ملناش دخل بيه خالص يعني. ولكن أنا بتكلم برضو القدر إزاي بيحدث لي وإزاي بيحصل لي. خليني أقول لك على مثال كده عشان تفهم موضوع القدر ماشي إزاي. المفهوم المتداول عن القدر ان اي حاجة بتحصل لنا هو يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي عملها. انا معاك في ده، ولكن في بس نقطة لو اتضحت هتفهم مفهوم القدر عامل ازاي. قبل 5 سنين من دلوقتي او قبل 2 ما كانش عندنا كمية الرادارات اللي هي موجودة في الطرق. النهاردة انت كل شارع متحدد له سرعة. في شارع مثلا سرعته 60 وشارع 100 وشارع 120 او طريق 100 وطريق 120. فالنهاردة الدولة عاملة سوفت وير ان انت المفروض في الشوارع دي تمشي بالسرعات دي. اذا تجاوزت السرعة هتدفع الايه؟ المخالفة. يبقى ما ينفعش مثلا انا ماشي على سرعة 130 والرادار لقطني وهو اصلا الطريق ده المفروض امشي عليه 100 واقول انا ايه؟ لا انا مش هدفع وهتظلم. مفيش، انت متصور وماشي وكسر ومتجاوز السرعة فهتدفع الايه؟ المخالفة. مثال تاني، واحد كل يوم بيفطر فطار كتير جدا بقى، اللي هو عارف انت رغيفين عيش مع طبق فول مع طعمية مع بتنجان مخلل مع بابا غنوج مع بطاطس مقلية، وطول اليوم بياكل، مع ان احنا قلنا له ان انت جسمك بيحتاج 2000 كالوري بس. يعني ال 2000 كالوري دول يعني تقريبا ربع الاكل اللي انت بتاكله، فهو بياكل 4 اضعاف اللي الكميه اللي جسمه محتاجها، فوزنه زاد قوي. فممكن تقعد تساله، تقول له يا عم بس وزنك وكده وبتاع، يقول لك يا عم اللي عايزه ربنا هيكون، ده قدري او قدر الله ما شاء فعل. لا يا جماعه، لا مش كده خالص والله. الله لا يقدر الا الخير، ان الله لا يظلم الناس. يعني مفيش ظلم جاي من عند ربنا خالص. اصبح القدر عباره عن سوفت وير موجود في الكون. في قدر للرزق، لو اتبعت اسبابه قدر الرزق هيزيد عندك. في قدر في الصحه، لو انت التزمت بيه، كلت اكل كويس والتزمت بالرياضه هتاخد صحه كويسه. في قدر العلم، لو انت تعلمت كويس فهترتقي. ففي مثلا هجيب لك قاعده صغيره كده من القواعد اللي محطوطه عشان عمليه الاقدار تبقى واضحه. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم. اهو في نتيجه رفعه، حاجتين، ايمان وعلم. بس خلاص انت مؤمن وبتتعلم، ايا كان المجال اللي بتتعلمه هيحصل لك رفعه في الارض. دي حاجه من الحاجات البسيطه يعني. خد بالك انك كنت زمان بلقي باللوم لما تحصل لي حدث كده او يحصل لي حاجه، انا يعني مثلا وزني يزيد، صحتي مثلا تتدهور، اكيد في حاجه غلط، اكيد انت عملت حاجه غلط في السوفت وير. لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء مخلوق للقدر بتاعه، وعشان توصل للقدر لازم تاخد طريق القدر اللي هو المقدار. يعني ايه المقدار؟ يعني انت النهارده عشان يبقى عندك قدر صحه كويسه وتخس لازم تاخد المقدار بتاع الحياه الصحيه او الحياه الطيبه، تاكل اكل كويس وتنام كويس وتصحى مش عارف الصبح بدري تروح الجيم وتجري والكلام ده كله. عايز قدر النجاح، ذاكر المناهج كويس وآمن بربنا سبحانه وتعالى. وعايز قدر المال، خش اعمل مشروع وتعلم وشوف اللي سبقوك في المشاريع اللي قبلك عملوا ايه وما تعملش زيهم الناس اللي خسرت، واجتهد واحسن وخليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فانت عشان عايز قدرك يبقى رزق كبير فانت لازم تعمل بر او تنفق من المال، فتفتح مشروع وتشغل ناس ما ينفعش واحد يكون قاعد مثلا مدخن شره للسجاير، يقعد مثلا 10 سنين بيدخن وبعدين صدره
صدره يتعبه شويه او يجيله مرض ويقول ده ربنا، ده قدر ربنا. لا، هو سبحانه وتعالى عمل السوفت وير او عمل نظام التشغيل اللي بيحرك الكون كله. السوفت وير ده فيه كل حاجه، فيه ان انت لو مشيت على الصح وكلت من الطيبات فهيبقى رزقك واسع وهتبقى كويس ومفيش غضب ربنا هيحل عليك، فيه ان انت لو كنت من المحسنين فربنا بيحبهم فهتقابل حاجات حلوه في حياتك. القدر اللي ربنا حطه في الكون او القوانين اللي ربنا حاططها في الكون، الانفاق، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار، طول ما انت بتنفق فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب هو القدر ده بقى نزل امتى؟ دي حاجه خاصه بيا انا، الكلام اللي هقوله دلوقتي ده مسؤوليتي انا وده تفكيري انا، طبعا بعد الرجوع للتفاسير والاهل علم والعلماء افاضل فوق راسي كلهم. طبعا القدر ربنا عمل له صوره كامله وسماها اسمها سوره الايه؟ القدر. انا انزلناه في ليله القدر. حضرتك كل قوانين الكون دي موجوده في الكتاب اللي ربنا نزله في ليلة القدر. فليلة القدر هي الليلة اللي تنزل فيها القرآن، وهي الليلة اللي تنزل فيها كل القوانين الحاكمة للكون. فعشان تاخد قدر سليم، قدر صحيح، قدر كله خير ونجاح وسعادة، حضرتك محتاج ترجع للإيه؟ للدستور، للمنهج اللي فيه كل الأقدار، وتعرف من خلاله توصل لأي قدر انت عايزه. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لو زي ما ناس كتيرة بتقول يخلق محمود غني ويخلق محمد فقير ويخلق طب ما فيش، ده مش من العدل او مش من الحق او من العدل تماما ان ده يحصل. فعشان كده الكون موجود فيه القوانين وفيه الاقدار كلها، اللي هيمشي على اقدار الخير هيوصل للخير، اللي هيمشي على اقدار الشر هيوصل للشر. وخد دي بقى ان انت ممكن تخلق قدرك بايدك. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. يا نهار ابيض. الايه دي طبعا نزلت في الوليد بن المغيرة، ولكن انا موضوعي هنا الايه. القران لما نزل ما نزلش الشخص، ده ممكن يكون سبب نزول، ولكن الايه ممكن تكون بتوصف اي انسان مش مؤمن بايات الله او مش مؤمن بكلام الله. انه فكر وقدر. انت وانت بتفكر انت بتقدر. يعني هقول لك على مثال بسيط، لو جيت سالت حد عمل كده جريمه قتل هيقول لك انا قعدت افكر ومش عارف ايه وهجيب كذا وهستناه لما ينزل من العربيه، واول ما يدي ظهره وهو داخل من البيت عشان مش عارف اضربه واطلع اجري. انه فكر وقدر، فبسبب تفكيره ده قتل حيث قدر ثم قتل كيف قدر. فانت تفكيرك بدايه تقديرك، ولو قمت عملت الفعل اللي بيحصل بعد التفكير فانت بتحق عليك قدر. يعني فرق كبير ما بين واحد يرفع او يمسك ازازة لبن ويشرب او يشرب كوب من الحليب، واحد تاني بيشرب كوب من الخمر. ده قدر شيء لجسمه وده قدر شيء تاني خالص، وده ياخد نتيجة وده ياخد نتيجة تانية خالص. خد بالك ان القدر مش بيحصل هباء، القدر شيء انت متدخل فيه وانت من ضمن اسباب حدوثه. انا بقى لما فهمت كده يا عالجمال لقيت نفسي باخد بالي جدا جدا من قدر الساعة، بلاش من قدر الدقيقة. الدقيقة دي انا بعمل فيها ايه؟ لان الدقيقة هتكون لي قدر الساعة، وقدر الساعة هيكون لي قدر اليوم، وقدر اليوم هيكون لي قدر الأسبوع، وقدر الأسبوع هيكون لي قدر الشهر، وقدر الشهر هيكون لي قدر السنة، وأقدار السنين هتعمل القدر بتاعي اللي هو يا إما في الجنة يا إما والعياذ بالله في الجحيم. فخد بالك من مفهوم القدر، وخد بالك من كل أفعالك ومن تفكيرك، لأنه مكون أساسي للشيء اللي هيحصل لك بكرة أو بعد شوية. ربنا يحفظكم ويجعلكم من اللي بيفكروا صح فبيقدروا صح فبيعيشوا صح. السلام عليكم.